يعطيكم ألف عافية متابعيني ومتابعين أم محمد، ويسعد أوقاتكم من وين ما كنتوا بتتابعوني. اللي بتابعني لأول مرة، معكم أم محمد من غزة. قبل ما نبدأ الفيديو حابب أرحب في كل متابعيني وأخواتي في الله. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة بإذن الله تعالى. ومشتركيني الجداد أهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. أتمنى إنه تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتروحوا على كلمة الإشعارات وتختاروا الكل حتى يوصلكم كل إشي جديد. كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا اليوم إن شاء الله وبإذن الله تعالى بشار وبراء وياسين العيلة كلها فيديو توزيع مبالغ نقدية. بارك الله في كل اللي بيساهموا، وفي الأخت سميرة هي والأخوة والأخوات المقيمين في إيطاليا، بارك الله فيهم دائما دائما. ما شاء الله بتبعت مبالغ على القناة، الله يجزيها كل خير، هي والأخوة والأخوات المجموعة يعني معها، بارك الله فيهم جميعا. حنبدأ نحط مبالغ نقدية، يعني في كل ظرف راح نحط 100 شيكل حتى نقدر نغطي عدد كبير من الأهالي اللي حنساعدهم بإذن الله تعالى. طبعا هانا ساعدني في الشغل هذا، الله يبارك فيه بشار. وطبعا كالعادة براء وياسين مش راضيين يسيبونا إلا بدهم يساعدوا، حتشوفوهم إن شاء الله خلال الفيديو. طبعا هانا الظرف هذا طبع لي يا أخويا أبو يزيد، الله يرضى عليه ويعطيه الصحة. قال لي بدي أطبع لك ظرف حلو، فله جايب لي إياه الله يبارك فيه. طبع لي تقريبا 40 ظرف للأخت سميرة و40 ظرف متابعيني بالقناة، اللي هو مجهول في الأرض معلوم في السماء. طبعا أكيد يعني كتير أخوات بيبعتوا على القناة، وكل تبرعاتهم طبعا توصل بإذن الله تعالى للسماء، مش بس للنازحين عند رب العالمين بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا الفيديو اللي هو فيديو الأخت سميرة، وإن شاء الله الفيديو اللي بعده برضو توزيع مبالغ نقدية لمجهول في الأرض ومعلوم في السماء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله يا رب كل اللي بتعملوه يكون في ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. طبعا يا الله قديش بنعاني لما نجيب العمولة، يا الله قديش بنعاني، يا الله يعني معاناة. وبعدين ممكن يعطيني مثلا هذه لونها بني اللي مكتوب عليها 100 لونها بني، مش كل التجار برضو ياخدوها لأنها عملة قديمة، هي سارية المفعول. بس عندنا هنا في غزة مش يقتنعوا إنه هذه المصاري قديمة إلها سنة وأكتر قاعدين نشتغل فيها، لا بدهم مصاري جديدة للأسف يعني. صلوا على سيدنا محمد. أتمنى منكم ما تنسوا تدعموا الفيديوهات سيدنا محمد بسوبر ثانكس حتى نقدر نساعد الأهالي ونقدر نشتري شوادر. أنا يعني بجمع مبلغ إن شاء الله حنشتري شوادر للأهالي ونوزعها قبل الشتاء بإذن الله تعالى، ربنا يقدرنا يا رب العالمين. وبرضو إن شاء الله حنقدم يعني لبعض العيال خيم إذا يعني ربنا إن شاء الله قدرنا يا رب العالمين. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي أنا بقدر عليه والله لا أعمله بإذن الله تعالى. طبعا شيء بس براء بيعمل لكم لايك عماله. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد. طبعا أنا كنت قادر أقطع كل هذه القصة، بس أنا عشان بدي أطول الفيديو، ولأنه مشاهدات على الفيديو الطويل بتكون أكتر وأكبر بإذن الله تعالى. قولوا لي إيش رأيكم في الشعار تبع الظرف وفي شعار القناة، صحيح ما حكيتوا لي رأيكم فيه، وإيش رأيكم أخويا مصر إني أشيل صورة المؤيد ابني الله يرحمه من على الشعار. هو عمل لي الشعار بدون صورة مؤيد، بس أنا رحت حطيت صورة الله يرحمك مؤيد. عاد أبو يزيد كان إيش بيقولوها القلب الحنون، كان لما يصير إشي في البيت مؤيد الله يرحمه يروح يعني يشتكي له، فكان هو صدره الحنون اللي دايما يعني ملاذه يعني عن جد والله الخال والد كان ملاذه. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا روحي. ومع هيك هو بقول لي يعني انه ضل كيش حاطه الصورة، انه ضل عشان يعني انه كل ما بشوف الصورة مثلا
بزعل أو إشي، بس لا والله الحمد لله أنا راضية بقضاء الله، والحمد لله على كل حال. وراح للي أحن مني، والله في أحن من رب العالمين علينا؟ والله ما في أحن من رب العالمين علينا. رب العالمين نزل جزء من الرحمة وخلى عنده 99 جزء، هو أرحم فينا من كل الدنيا. وإن شاء الله برحمته بإذن الله تعالى غير يفرجها علينا، وبقدرته بإذن الله تعالى والله غير يفرجها، والله غير يفرجها. إن فرج الله قريب بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. طبعا شايفين هذا كادر العمل اللي عندي ياسين وبراء. ياسين إن شاف براء إن شاف بشار بيشتغل بصير بده يشتغل، ياسين إن شاف براء بيشتغل بصير براء، ياسين بغار من براء بده يشتغل نظام غيره. الحمد لله ربنا قدرنا، والله كتير انبسطت اللي أنا قدرت إني يعني أوزع على الناس المحتاجة. طبعا هنا عبد بشار أخذ المبلغ وراح على مخيم في نازحين ووزع المبلغ. الله يسامحه براء، كاين يعبي، ففي ظرفين كاين فيهم 50. الله يصلح حاله يا رب العالمين، يصلح حال كل أولادنا، يجعلهم يا رب من عباده الصالحين يا رب العالمين، من مقيم الصلاة يا رب العالمين، وحفظة كتابه بإذن الله تعالى يا رب العالمين، هو وياسين وكل أطفالنا يا رب العالمين. شايفين ياسين بده يشارك الله يرضى عليك يا تيتا. امبارح كان عيد ميلاده ياسين. طبعا هنا بشار البطل، الله يرضى عليك يما. هاي المخيم اللي أجى عليه بشار ما شاء الله في عدد كبير، بس الحمد لله بقول لي قدرنا نغطي يعني عدد كبير، ومعظم اللي قدم لهم الأطفال ليش خلص الكبار ما بيحبوا يطلعوا فبطلعوا الأطفال العفو يا حبيبي، الله يرضى عنك. شكرا كتير، فرحان. الله يجعل السعادة دايما بدربكم يا رب العالمين. الله يحفظكم ربنا يا رب، يحفظكم لأهاليكم يا رب، يا رب اجعل كل أعمالنا هذه في ميزان حسناتنا يا رب العالمين يا الله. وإن شاء الله يا رب كل اللي بتبرع وكل اللي بدعم، وإن شاء الله ربنا يجمعنا في جنان النعيم يا رب العالمين يا الله. وإن شاء الله يجمعنا في القدس بإذن الله تعالى، بإذن الله، وليس على الله ببعيد. إن شاء الله وعد ربنا قادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، انستغرام، تويتر، وين ما تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، في جروبات الواتس وجروبات التليجرام. الله يحفظه، هذا أذكى ولد بقول 100 شيكل وبيجري الله يرضى عنك حبايب. الله يسعدكم، الله يسعدكم، يجعل ربنا هيك يا رب يرزقكم بأيام كلها سعادة وفرح تنسيكم الوجع اللي انتم شفتوه يا رب العالمين يا الله. ربنا يفرجها علينا. طبعا في مفاجأة هيك حلوة والله. صلوا على سيدنا محمد. آخر الفيديو اللي حابب شباب محمد يطمن عليها، أتمنى إنه تضلوا لآخر الفيديو حتى تشوفوا. هي مفاجأة حلوة بالنسبة إلي والله، لأني أنا في هذا الفيديو لأول مرة يعني في خان يونس. أنا في رفح عملتها الصراحة، بس في خان يونس لأول مرة أطلع من البيت لتقديم مناشدة عاجلة. أنا قدمت مناشدة للأخ أبو إبراهيم. طبعا الأخ أبو إبراهيم بيعاني من مرض الهيموفيليا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. وطبعا المبلغ اللي وصل بدنا نسلمه للأخ أبو إبراهيم إن شاء الله يا رب، هيك يا رب يشفيه. طبعا هذا المبلغ إن شاء الله يساعدك في العلاج ومصروف البيت. بارك الله فيكم وإن شاء الله رب العالمين ربنا يتقبل من كل واحد دفع أي حاجة في سبيل العلاج أو سبيل ظروف الحياة اللي بنعيشها في غزة، وربنا إن شاء الله يعطيكم الصحة ويعطيكم المروة يا رب. وبارك فيكم وبارك الله في عم أحمد، الله يبارك فيك، عم محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك وربنا يحفظكم يا محمد، وربنا يديم عليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم آمين يا رب. إن شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك أبو إبراهيم يا رب العالمين، ويسهل طريقك إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم آمين. شكرا لكم المتابعين، بارك الله فيكم جميعا. طبعا إذا أنتم فاكرين أبو إبراهيم اللي عملنا له مناشدة، عنده مرض الهيموفيليا اللي هو نوع من أنواع أمراض السرطانات. اللهم عافينا إن شاء الله، ربنا يا رب يشفي ويعافي
ويرفع عنه. طبعا هو تقريبا طلعت له تحويلة يطلع برا للعلاج بسبب وضعه الصحي كتير يعني صعب الفترة هاي، ويحتاج إلى علاجات، ويحتاج إلى بلازما. تقريبا في الأسبوع بياخد تقريبا ما يعادل 20 وحدة بلازما، وكل هذا بكلفه. فالحمد لله لمينا مبلغ على الفيديو ما يقارب $300، تم تسليمها إلى الأخ أبو إبراهيم، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. أتمنى إنه ما تبخلوا على الأخ، وإن شاء الله ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، وجزاكم الله خير الجزاء. طبعا أنا بحب كل مناشدة قدمتها أصور تسليم المبلغ اللي بيوصل على الفيديو قدامكم عشان تتأكدوا إنه فلوسكم بتوصل بأمان بإذن الله تعالى. أنا متأكدة إن أنتوا واثقين فيا، ومتأكدة إنه أنتوا عارفين إنه الإشي بوصل، بس كمان عشان أنتوا تنبسطوا لما تشوفوا وتسمعوا دعوات الناس اللي بتوصل لهم هذه المساعدات، قديش بيكونوا مبسوطين، قديش ربنا يشفي يا رب كل مريض. وادعوا لأخ أبو إبراهيم ربنا يشفيه ويعافيه لأولاده. يعني أبو إبراهيم عنده 5 أطفال محتاجين إلى رعاية. وأبو إبراهيم كمان يعني للعلم كان خياط قبل من 20 سنة، خياط كبير ما شاء الله ويعني معروف، ولكن المرض للأسف يعني حال بينه وبين عمله. أتمنى إنه تدعم الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك وتعليق حلو منكم، ذكر نؤجر عليه بإذن الله تعالى. أتمنى منكم كمتابعيني يعني حبايب قلبي الله يرضى عنكم، إنكم تتفاعلوا مع التعليقات نفسها. يعني التعليق برضو حطوا عليه لايك وتفاعلوا مع أصحاب التعليقات، وخاصة التعليق المثبت عندي تفاعلوا تحتيه حتى القناة توصل لأكبر عدد ممكن. أتمنى أن الفيديو نال على إعجابكم. دمتم بحفظ الله ورعايته. مع السلامة.